يمكن يعني احمد ربنا واشكره طبعا على النهارده. الواحد فرحان جدا طبعا، يعني ربنا ما ضيعش تعبنا النهارده، واللعيبه كلها طبعا يعني بحب اشكرها جدا. الفتره اللي فاتت لعيبه رجاله جدا وكلهم واقفين جنب بعض، وبشكر الجهاز الفني طبعا على دعمه المستمر النفسي للعيبه كلها. وبشكر جمهور النادي الاهلي اللي حضر طبعا النهارده جاي من مصر طبعا. والحمد لله يعني ربنا كرمنا وقدرنا نفرحهم يعني النهارده. وبشكر استاذ محمد مجدي قفشه الجوهري، يعني النهارده انا اتعورت بسبب اهوت. ويستاهل كل خير طبعا يعني بجد والله العظيم، يستاهل كل خير يعني، وربنا يكرمه ويوفقه لانه قلبه طيب وشخصيه جميله جدا. واتمنى كل جمهور النادي الاهلي يدعموا الفتره الجايه لان القضيه ممكن النهارده القضيه برضه ربنا يعوضها. بص علي بص علي. طالما النهارده كانوا بيعملوا ماتش اعتزالي لا يا حبيبي والله اشرته تستاهل كل خير والله تستاهل كل خير يا حبيبي. اروح بقى بقول لك ايه الاوتيل بقى، شوف الدنيا فيها ايه. انا بس ماتش ريال مدريد قول لي على ماتش. يعني دايما مفيش حاجه بعيده عن ربنا، وربنا كريم يعني. اللعيبه دي كلها تعبت واللعيبه رجاله قوي، وان شاء الله باذن الله الماتش الجاي ربنا ما ضيعش تعبنا برده، ويقدر يعني ينصرنا ان شاء الله ونكسب ريال مدريد باذن الله. مفيش حاجه بعيده مستحيل على ربنا. قول للجمهور الاهلي. يمكن جمهور النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. يمكن يعني انت بتقول لي كلام ما فيش شعور ان انا اقدر اتكلم، لان مفيش حاجه توفيهم حقهم. يعني جمهور كبير وجمهور عظيم وبشكرهم، وطول عمري هفضل اشكرهم كل يوم وفي اي حته بشكر النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي ساندني الفتره اللي فاتت ديت وطلعني من ظروف كانت صعبه بالنسبه لي قوي. بشكرهم قوي، ولو قلت اي حاجه يعني كلام كتير قوي نفسي اقوله لهم، بس يعني مش هيوفيهم حقهم. يعني بشكرهم واحد واحد، وبحب اقول لكل جمهور النادي الاهلي يعني كل جزمه واحد فيكم على راسي، لان بحبكم قوي. وشكرا على الدعم النفسي اللي حصل الفتره اللي فاتت دي كلها. الف مبروك يا كهروب. الله يبارك فيك.